عمرك صحيت من الصبح لقيت نفسك مش طايق ومش قادر تروح الشغل؟ مش ان انت زهقان، انت مستنزف، طاقتك مهدرة، باتري الزيرو، not even low. ده اسمه الاحتراق الوظيفي، وده طبعا بيجي نتيجة عوامل كتير جدا. فاكرين لما جينا اتكلمنا عن المديرين الصعبين قبل كده؟ في بقى مدير هو بيكون السبب في الاحتراق الوظيفي ده، وده حاجة خطيرة جدا جدا جدا، علشان ده بيتعبك نفسيا وجسديا وعقليا. طب اسبابه ايه؟ الضغط المستمر لفترات طويله، وطبعا المدير اهم سبب في الموضوع ده. المايكرو مانجر اللي عمال بيتدخل في كل كبيره وصغيره، مش مديني حتى مساحه ان انا اتنفس اعمل حاجه. طب ادام هو مايكرو مانجر، انت جبتني ليه؟ خلاص اعمل انت الحاجه بنفسك، انت مش مديني مساحتي. الموضوع موتر جدا. المدير اللي ضاغط على طول عليك، المدير اللي هو كل حاجه الديدلاين دلوقتي، فبيحسسني ان انا على طول متاخر. المدير اللي مش بيحفز، عمره ما قال لي كويس، الله ينور، الدنيا تمام، دايس دايس دايس. عدم وضوح الرؤيه، احنا مش عارفين اصلا احنا بنشتغل عشان نوصل لايه. المدير اللي على طول عامل بيئه للتوتر، واحنا كلنا متوترين، توتر بدون اي سبب، وطلبات تحلى قبل ما نكون ماشيين من الشغل على الساعة 5، وحاجات يطلبوها علشان نقعد نشتغلها في الويك اند وفي الاجازات، ويشغلوني كمان في الاجازات. فالاحتراق النفسي ده والاحتراق الوظيفي ما بيحصلش في يوم وليلة، هو نتيجة ضغط لفترات طويلة جدا. طب وده بيأثر عليا ازاي؟ اول حاجة هو بيأثر على نفسيتي، وبيأثر على صحتك. يعني سيبك ان هو كمان بيعمل لك أرق، ما بيجيلكش نوم، كوابيس بالليل. ده كمان ممكن يأثر انت على صحتك الجسدية، اقلها ان انت بتكون خلاص حياتك الشخصية والاجتماعية بقت صفر. ده كمان ممكن يقلب معاك لجلطة لا قدر الله في القلب، ممكن يجيلك مرض السكر، ممكن يجيلك حاجات ابشع كمان من كده. ده في ناس اتوفت من كتر الاحتراق الوظيفي اللي احنا فيه ده. فهو مش وليدة يوم وليلة. فيا ريت المديرين اللي بيسمعوني، الموظفين مش آلات، مش ماشينز، هما بني ادمين. وبعدين لما انت بتكون ضاغط عليهم كده، وحتى مش مديهم الادوات اللي هم كمان يشتغلوا بيها، وانت مش بتضايقه هو بس، انت بتبوظ عيله بحالها. فده بينعكس اصلا على ضعف ادائه وبطئه والاخطاء اللي بتطلع. وبعدين لما تفضل دايس ومكمل كده، ما انت حرقته، ما الانتاجيه بتاعته بقت صفر، فالشركه اصلا هي اللي خسرانه. في كورس لطيف قوي انا كنت اديته للمديرين، كان بره مصر، كان عن الموضوع ده. كان حاجه ليها علاقه بالويل بينج، ان هو المدير اساسا المفروض تو مونيتور ذا ايرلي ساين اوف بيرن اوت بتاع الامبلويز، ان المدير ياخد باله ان الناس ابتدى يجي لها احتراق وظيفي، عشان دي حاجه كارثيه، وازاي يعالج الموضوع ده. فيعني ربنا معاكم اللي هو بيمر بالمشكله بتاعت الاحتراق الوظيفي دي. وارجوك حاول تاخد اجازه، تعمل بوز كده بقى، عشان صحتك اول حاجه اهم، علشان كمان ما تاخدش قرارات ممكن، مش عايز اقول مصيريه عشان في الاخر هو المستقبل بايد ربنا، بس في قرارات ممكن اخدها خطأ تأثر عليا في المدى القصير يعني ممكن في الاخر واحد يرمي استقالته كده ويمشي اصلا من غير ما يفكر. فخلي بالك يا مدير، انت مش واخد بس تايتل، انت مسؤول عن ناس، ومسؤول عن بشر، ومسؤول عن نفسيات، ومش بس عن موظف، ده السيركل اللي حواليه. اشوفكم في فيديو جديد.